اللي هي كده. ما اعرفش حد قال يا كابتن خلاص ما قلتش انا عامل ايه يا الكلام حبيبي؟ ده. امال ايه الموضوع؟ في حد قال ان انت طلبت الكابتن ايمن طاهر تلعب مباراتي تشيلسي والاهلي وما ينفعش تقعد على الدكه تاني. لا ولا جاي اي عشان كلام تقعد على من ده. الدكة والكلام ده. لا لا خلاص مش نازل في مصر يوم. نازل في المصري يوم؟ مين بقى اللي كانت اسمه ايه؟ شفنا بنقول في المواقع المصري انك تلعب ما تقعدش في الماتش الجاي. لا ما طلبتش انا خالص يعني، اكيد هي الفرصه هتيجي طبعا. كابتن عبد الواحد مش كويس فاكيد مش هتبقى حاجه زي كده. بس ما اعرفش انا الناس اللي بتكتب، انا ما بركزش بصراحه ما بقراش، بس زي طالما انت قلت يبقى ده صح. بس انا لا ده نازل كتب على كل لساني ما حته طلبتش، واكيد انا اتمنى ان انا اشارك في الماتشات الجايه. بس وانت مستني الفرصه. لكن ما طلبتش بشكل ولا اتكلمت مع اي حد ولا اشتركت لا ولا ممكن الكابتن يعمل خارج دلوقتي وانت تساله، ولا اتكلمت مع اي احنا مصدقينك يا كابتن. طب انت شايف الماتش تشيلسي ده؟ ما ماتش صعب، احنا ما خدناش ولا بونت، فهيبقى نظامنا وحش لو ما كسبناش الماتشين الجايين. يعني 4 ماتشات خساره وخلاص خرجنا من بطوله افريقيا، بس نتمنى ان نعمل نتيجه كويسه عشان كده الناس عشان خاطر الدوري بيستعدوا الدوري. طب حته جمهور او وجود الجمهور في المباراه تفرق معاكم؟ لا لا خالص مش هتفرق معانا، بالعكس دي دفعه هتبقى دفعه لينا ودفعه الامن ان الماتشات ترجع كلها والدوري يرجع بجمهور والحياه تمشي عادي يعني. هل ده من الاسباب ان انت فضلت فريق تحديدا عشان الجمهور ولعب مع فريق جماهيري؟ انا كنت في النادي المصري متعود نادي جماهيري متعود طبعا مع الجمهور، فطبعا نادي الزمالك جماهيرته ما بتقلش عن المصري يمكن اكتر كمان. لا عشان ايه المطلوب من جمهور الزمالك في الماتش ده؟ نشجع عشان نادي الزمالك يقف عليك تاني والمكسب بيرجع تاني للزمالك. ماشي يا كابتن.